ئامادەبوانی بەڕێز لەم ساتانەدا 35 ساڵ لەمەوبەر فڕۆکەکانی سەدام حوسەین هەڵەبجەیان کیمیاباران کرد. خەڵکێکی بێتاوان بوونە قوربانی تاوانێکی گەورە و هەڵەبجە لەو کاتەوە سیمبۆلی دڕەندایەتی و کوشتاری ڕژێمی سەدام حوسەین بوو و بەرجەستەکردنی بەسەرهاتی خەڵکی کوردستان بوو. هەڵەبجە برینێکی قوڵی ساڕێژ نەبووە، هەتایە پەیامی هەڵەبجە زوڵم و زۆرداری، کوشتن و بڕین، تۆقاندن، بێعەدالەتی ناتوانێ بەرگری لە ئیرادەی خەڵک بکە. سەرەنجام هەڵەبجە زیندووە، هەڵەبجە سەرکەوتووە و ئیرادەی خەڵک لە ڕامەڵینی ئەو ڕژێم و تاوانکارانە و بە سزاگەیاندنیان گەیشتە ئەنجام. هیوادارم ئەو پەندە ئەمڕۆژ لە یادی هەمومان بێ. زوڵم و زۆر، بێدادی، بێعەدالەتی، پێشێلکردنی مافی خەڵک چەند زۆرداران مەبەستیان بێ برەوی نابێ، ئەنجامیش سەرکەوتن هەر بۆ خەڵکە و بۆ مافی ڕەوایی خەڵکە. بە بۆنەی یادی خەمناکی 35 ساڵەی کیمیابارانی هەڵەبجە داوا دەکەم هەر یەکەمان بۆ دەقیقەیەک ڕێز بوەستین. اليوم يمر علينا الذكرى 35 لفاجعة حلبجة. في هذه الأوقات نزلت على حلبجة القاذفات والقنابل الكيميائية من سلاح جو النظام السابق. أصبحت حلبجة منذ ذلك الوقت الرمز لمعاناة شعب كردستان بل والشعب العراقي عموما، ويجسد حلبجة الحقيقة التاريخية بأن الظلم والاضطهاد والقمع والبطش ومصادرة حقوق الناس لن يستطيع أن يعرقل إرادة شعب مصر على الحرية. درس بليغ لنا أن لا ننساه وأن لا نتجاهله، بأن حقوق الناس في الحياة الحرة الكريمة هو الأساس، وعليه أتمنى حلبجة يكون ذاكرة حية في وجداننا، ونعرف أن حجم التضحيات التي دفعها شعبنا وفي كل مناطق العراق، في حلبجة، في حملات الأنفال، في قرميان، في المقابر الجماعية في الجنوب وغيرها من مناطق العراق، حافز لنا أن نعمل على تفادي وتجاوز الإشكاليات التي لدينا، وأن نلبي لشعبنا ما يستحقه من حياة حرة كريمة. فالظلم لن يدوم، العدالة هي القادرة على تأمين ما هو مطلوب لبلادنا من استقرار وسلام وازدهار إن شاء الله. Today we are commemorating the 35th anniversary of the attack on Halabja. Around this time, Saddam's air force began attacking Halabja with chemical weapons. Thousands of innocent civilians perished. Halabja became a symbol of
the struggle of the Kurdish people and the tragedies they had to endure, and also to be fair and historical about it. This was a window, a statement about the cruelty of Saddam's regime across Iraq. The mass graves in Al-Mahawil, in the south, and many other areas are reminders of the horrors Iraqis had to endure under the rule of Saddam Hussein. The lesson of Halabja is that no amount of force, no amount of coercion and criminality can ever stop a people determined to reach freedom. And it is a lesson for us today as well, to ensure that our people get the justice, the fairness, and the basic rights in living in a law-abiding society and with equality for all. This is the way to go forward and to making sure that the tragedies of the past are not repeated on the Iraqi people. Thank you very much.